السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. رجعت لكم فيديو جديد، معكم محمد عبد الله. يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. معنا اخر اخبار سوق انتقالات النادي الاهلي وجديده، واخر اخبار سوق انتقالات نادي الزمالك، واخبار منتخب مصر بعد انتهاء مباراة نصف النهائي في كأس العاصمة الإدارية امام منتخب نيوزيلندا. الماتش اللي انتهى بواحد صفر. يعني ماتش كانش فيه حاجات كتيرة غير حاجة واحدة، هي إصابة إمام عاشور. طبعا قبل أي حاجة عايز أتكلم عن موضوع حلقة رامز مع إمام عاشور وكابتن ميدو. طبعا الحلقة يعني ما كان طبعا يعني إيه، عبارة عن إن هما زانقين ميدو في كورنر وعمالين ضرب ضرب ضرب. يعني الراجل كان النهارده في نص هدومه. طبعا كل الكلام ده ابتدى لما رامز جاب ميدو وامام عاشور قصاد بعض وسال امام: يا امام، انت فعلا كلمت كابتن ميدو وعيطت له وقلت له عايز ارجع الزمالك؟ طبعا الراجل قال له ما حصلش، ما فيش الكلام ده. هو اللي اتصل بيا وقال لي عايزك ترجع النادي، ومفيش حق، ما حصلش مني ان انا رنيت عليه. طبعا ميدو واقف جنبه ما بيردش، الراجل خلاص بقى بلع لسانه. طبعا ميدو بيحاول يقول له لا ده زملكاوي وانا متاكد. بيحاول بالعافيه ان هو يخليه زملكاوي. يا سيدي الراجل قال لك انا اهلاوي. حتى لو انا بقول لك اهو، حتى امام لو زملكاوي وبيلعب في النادي الاهلي، انا اللي يهمني اللي بيقدمه في الملعب. مش مهم بقى هو زملكاوي بيلعب في الاهلي، اهلاوي بيلعب في الزمالك. مع ان في لعيبه كتير في الزمالك اهلاويه. هل ده يعيبهم في حاجه؟ لا، ما يعيبهمش في حاجه. المهم ان انت تنزل الملعب تعمل المطلوب منك، بس مش اكتر. لكن ميدو في الحلقه بيحاول طول الوقت ان هو ايه، يوقع الواد في اي غلطه، بيحاول يطلعه ان هو بصوره وحشه. لكن امام ما ادالوش فرصه طبعا. لما رامز ساله هل لو رجع بك الزمن هتختار الاهلي ولا الزمالك، الراجل قال له هختار الاهلي طبعا. وطبعا لما سالوا مين نادي القرن قال الاهلي، وميدو كذلك. فموضوع ان جماهير الزمالك بقى زعلانه وعماله تقول لك كاني وماني وبياكل عيش يا سيدي ماشي، الراجل بياكل عيش ماشي، ما اختلفناش، وهو زملكاوي في النادي الاهلي. هل ده ينفي ان هو من احسن اللعيبه في خط النص في مصر؟ لا، ما ينفيش. هل ده ينفي ان هي صفقه كانت صفقه معلم، والراجل خرج من النادي بتاعك على نادي كوبري عشان يجي لنا، عشان يجي النادي المنافس؟ لا، ما ينفيش. يعني يا عم خليها الزملكاوي، مفيش حاجه هتتغير. سيبنا من الموضوع ده ونيجي لموضوع محمد عبد المنعم. طبعا محمد عبد المنعم من قيمة يومين غير البروفايل بتاعه على الانستجرام. طبعا الناس بتقول ان هو شال كلمة لاعبا للنادي الاهلي، وشال صورته بتيشيرت النادي الاهلي وحط صورته بتيشيرت المنتخب. طبعا كابتن بيبو، طبعا خالد بيبو طلع رد على الكلام ده وقال لهم يا جماعه اللاعب ما كانش حاطط في البروفايل بتاعه لاعبا للنادي الاهلي، ما كانش حاطط الجمله دي عشان يشيلها. وثانيا ده حاجه كده بيعملها معظم اللعيبه لما بيروحوا المنتخب، بيحطوا صوره بتيشيرت المنتخب. ده عرف متعارف عليه بين اللعيبه. يعني الراجل ما فيش حاجه، الراجل لو عايز مثلا ينتقل زي ما الاشاعات بتقول ان هو رايح الزمالك او هيخرج كوبري للزمالك، الراجل مش محتاج ان هو يعمل الحركات دي. يعني حركات ما تطلعش من لعيب درجه ثالثه. يعني اللعيب لو عايز يخرج يروح للاداره: السلام عليكم انا عايز امشي، جالي العرض الفلاني، الاداره هتشوف العرض، موافقين خلاص. لكن موضوع ان هو يروح الزمالك، يعني انت بتتكلم في حاجه في الخيال، حاجه مش ممكن تحصل ابدا. يعني ايه، انت بتتكلم في لعيب بيلعب في النادي الاهلي، في نادي مستقر، بياخد بطولات، بياخد مرتب، وضعه مستقر. يوم ما يفكر ان هو يخرج من النادي الاهلي هيحترف، هيروح نادي اوروبي، مش هيروح نادي الزمالك اللي بيحل بادئين يحلوا مشاكلهم. عمرك ما هيروح نادي الزمالك يعني عشان تديله مرتب ان انت تقنعه يسيب الاهلي ويروح الزمالك.
ده محتاج مرتب فلكي، ودي فلوس مش موجوده في نادي الزمالك. وعشان تجيبوا كوبري انت بتتكلم ان النادي الاهلي مستني عرض لمحمد عبد المنعم يفوق ال 5 مليون دولار. يعني تخيل انت عشان تقنع نادي تقول له هات اللعيب ده عندك كوبري عشان انا ارجع اشتريه منك، هيقدم للنادي الاهلي 7 مليون عشان انت تشتريه بكام؟ تشتري ب 8 مليون؟ ما اعتقدش. طب مثلا نفرض ان مثلا محمد عبد المنعم هيماطل لحد ما عقده ينتهي، فانت هيجي لك فري، فانت معكش نص مرتبه حتى، مش تقدر تدفع له، لانك لو دفعت له رقم فلكي فانت بتدمر غرفه الملابس عندك في النادي، في نادي الزمالك. ونادي بيراميدز انسى، انسى مشروع يعني بيشطب، يعني خلاص انت فعبد المنعم لو هيسيب النادي الاهلي هيسيبه ويحترف بره. طبعا النادي الاهلي مستني عرض كبير، عرض يتخطى ال 5 مليون دولار. طبعا ما نعرفش ايه الدنيا، او هيجدد هيحترف، لسه ما فيش اخبار اكيد. طبعا نيجي للاعب الثاني علي معلول. علي معلول نشر صور وهو بيتمرن في نادي الصفاقسي، نادي الطفوله بتاعه. طبعا الراجل في اجازه، طبعا نشر صوره ليه وهو بيتمرن في نادي الصفاقسي. ما نعرفش لسه يعني هل الراجل عادي نازل يتمرن عادي بعلم النادي، هل بيتمرن مثلا هو مش قايل حاجه للنادي. مفيش اخبار طلعت من الجهاز الفني للنادي الاهلي. طبعا نيجي لحاجه تانية وهي اخبار سوق انتقالات نادي الزمالك. طبعا يعني نادي الزمالك في حاجه محاوله كده ايه، حاجات يعني مش ما طلعش من انديه محترفه، بيفاوض جنش حارس نادي فلوتشر. يعني يعني انت بتتكلم ان في نادي يفاوض حارس نادي منافس هيلعبه في الكونفدراليه كمان كام ماتش، كمان كام يوم عفوا. فطبعا حركه ما طلعش من نادي كبير، نادي جماهيري كنادي زمالك. فمش طبعا حاسس ان هي مفاوضات كده ايه عشان اللعيب ينزل في ماتش الزمالك ينزل مستهتر او يفوت او حاجه زي كده. طبعا حركات مش اول مره نادي الزمالك يعملها، عملها كتير جدا مع كذا نادي، واعترافات اللعيبه بتاعته، اللعيبه السابقه ولاعيبه كانت في الانديه المنافسه. نيجي بعد كده للمنتخب. منتخب مصر طبعا النهارده كان بيلاعب منتخب نيوزيلندا في نص نهائي كاس العاصمه الاداريه. طبعا الماتش ده 1-0 بركله جزاء لمصطفى محمد، راجل دخل سجلها خلاص الماتش. يعني انا شفت فيه حديه كده، يعني ما تعرفش منتخب نيوزيلندا مفهمينه ده نهائي كاس العالم ولا ايه. اللعيبه داخله تخبط وترزع وحاجات، يعني كميه العنف اللي في الماتش يعني مفيش كده في الدنيا يعني. طبعا اللقطه الوحيده الوحشه اللي تزعلك في الماتش اصابه امام عاشور، الراجل اتصاب في الكتف. طبعا الراجل المشهد كان صعب جدا، اتنقل المستشفى. لسه طبعا مفيش كلام طلع هل التشخيص بتاع الاصابه ايه، هل هو كسر في الترقوه ما تعرفش لسه هل هي كدمه، لسه مفيش حاجه طلعت. الماتش منتهي من 10 دقائق. طبعا تشكيل المنتخب كان ابو جبل، محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد حمدي. في نص الملعب كان امام عاشور ومروان عطيه ومحمد مجدي قفشه وتريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد. يعني تشكيل يعني في بعض الثغرات طبعا، الباك اليمين والباك الشمال. يعني للاسف موضوع الباك اليمين والباك الشمال في المنتخب حاجه صعبه جدا. يعني مفيش لعيبه كواليتي كويس، لا محمد حمدي ولا محمد هاني، لعيبه يعني تصلح تقول اللعيبه دي سوبر تلعب منتخب اول مرتاح. لكن للاسف هي ماتشات وديه، يعني وادي اللي بناخده من الماتشات الوديه مع المنتخب اصابه لعيبه الاهلي فقط. هي لعيبه الاهلي سبحان الله اللي بتروح المنتخب ترجع مصابه. ربنا يستر طبعا على امام عاشور، الاصابه ما تكونش كبيره، عشان طبعا النادي الاهلي محتاجه في ماتش سيمبا اللي هيكون هناك. بس هي دي كان كل الاخبار معانا النهارده. ما تنساش تحط لايك، تشترك في القناه، تفعل الجرس. سلام.